لك أن تتخيل يا صديقي العزيز ميسي إلى الدوري السعودي، ولكن الأهم مين النادي اللي بيتفاوض مع ميسي أو هيتعاقد مع ليونيل ميسي. ويكفيك يا صديقي العزيز يعني من الحاجة الجيدة إنك تشوف ميسي وكريستيانو الاثنين في أرض الملعب، الاثنين بيتنافسوا في أرض الملعب ولكن من خلال الدوري السعودي، ده في نادي وده في نادي. طبعا كريستيانو في النصر وميسي إلى أين يا صديقي العزيز؟ الحقيقة يا صديقي العزيز إن تجري الآن مفاوضات مع ليونيل ميسي للانتقال للدوري السعودي، ولكن المفاوضات في مرحلتها الأولية لسببين: لسه فترة الانتقالات الصيفية طويلة جدا، ثانيا ان ميسي الان مشارك في بطولة، يعني هو بالفعل مشارك في بطولة مع فريقه انتر ميامي الامريكي، فبالتالي يعني مش هيحسم امره بلا اي شك غير بعد انتهاء البطولة في فترة الانتقالات الصيفية. ولكن يا صديقي العزيز الاخبار اللي جاية ان ميسي يتم المفاوضات معاه من خلال احد اندية الدوري السعودي. مين النادي ده؟ بنسبة كبيرة جدا هو نادي الاهلي السعودي. طيب مين النادي اللي هو المفترض جماهيره بتقول احنا الاولى واحنا المفترض ان ميسي يكون عندنا؟ طبعا بلا اي شك جماهير نادي الهلال، لان جماهير نادي الهلال شايفة او هو بالفعل ده الحقيقة ان نادي الهلال هو الفريق الوحيد من بين اندية الدوري السعودي اللي ما عندوش لاعب فئة ايه. كل الاندية اللي موجودة في الدوري السعودي الاندية الاربعة المستحوذ عليها الصندوق الاربعة عندهم لاعبين فئة ايه. هتبص هتلاقي النصر عنده كريستيانو رونالدو، ده غير عنده ساديو ماني، ولكن احنا بس خلينا نتكلم في كريستيانو رونالدو. هتبص هتلاقي الاتحاد عنده كريم بنزيما، بخلاف ان عنده كانتي، ولكن برضه خلينا بس في كريم بنزيما. هتبص هتلاقي نادي الاهلي عنده رياض محرز، بخلاف ان عنده فيرمينيو، ولكن برضه خلينا بس في رياض محرز. نادي الهلال عنده مين لاعب فئة ايه؟ ما عندوش اي لاعب فئة ايه على قوة الفريق، وكان عنده قبل كده نيمار، والجميع يعلم ان نادي الهلال لم يستفد من نيمار فنيا في ارض الملعب باي شكل من الاشكال، بل نيمار كان عبء على نادي الهلال. فبالتالي جماهير نادي الهلال بكل منطقية بتتكلم ان احنا الفريق الوحيد من بين الاندية الاربعة ما عندناش لاعب فئة ايه. ده غير حاجة تانية، وحاجة تانية مهمة جدا ولابد ان حضرتك تحطها في الحسبان. يعني كتير من السخرية بنشوفها من بعض الاعلام يقول لك مش عارف ايه حضروا البشت مسبقا لميسي وميسي ما جالهمش ومش عارف ايه، فده دليل في حد ذاته ان نادي الهلال هو اول من تفاوض مع ليونيل ميسي، ونادي الهلال هو اكتر نادي دخل في مفاوضات مع ليونيل ميسي ومشي معاه فتره طويله في المفاوضات، والمفاوضات لم تكلل بالنجاح في النهايه وميسي راح للدوري الامريكي. فبالتالي نادي الهلال هو اول نادي سعودي فاوض ليونيل ميسي، كذلك نادي الهلال هو احق نادي سعودي بليونيل ميسي، لان نادي الهلال ما عندوش لاعب فئة ايه على قوة الفريق. فبالتالي مطالبات جماهير نادي الهلال منطقية، بل منطقية جدا ان نادي الهلال هو الاحق بالتعاقد مع ليونيل ميسي. عامة بصفة عامة كجمهور رياضة وجمهور كرة قدم، أي حد هتسأله يقول لك أنا أتمنى إن أشوف ميسي في الدوري السعودي أيا كان النادي اللي هينتمي له ليونيل ميسي، أيا كان النادي، هلال بقى، اتحاد، أهلي أو نصر، ويبقوا الاثنين مع بعض في نفس النادي، وإن كان الأفضل إن ده يبقى في نادي وده يبقى في نادي علشان نشوف منافسة ما بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في أرض الملعب. فبالتالي بالنسبة لجمهور كرة القدم المحايد اللي لا ينتمي لده ولا ينتمي لده، يتمنى ان ميسي يكون موجود في الدوري السعودي ايا كان النادي اللي هينتمي له. ولكن زي ما بقول لحضرتك مطالبات جماهير نادي الهلال بمنطقيه، حضرتك لو هتبص ليها هتبص تلاقي كلام منطقي جدا. نادي الهلال هو الاحق بالتعاقد مع ليونيل ميسي من بين كافه الانديه السعوديه. عامه نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى ان احنا نشوف ميسي في الدوري السعودي مع كريستيانو رونالدو. طبعا بلا اي شك دي هتكون افضل حاجه ممكن حضرتك تشوفها في الدوري السعودي، انك تشوف ميسي وكريستيانو الاثنين متواجدين في الدوري السعودي. وطبعا هيكون له افاده بعيد حتى عن الوضع الفني والمنافسه، ولكن حتى على المستوى الجماهيري والدعائي هيودي الدوري السعودي بلا اي شك في مرحله ابعد وابعد واقوى من المتواجد فيها حاليا في منافسته للدوريات العالميه. عامه نتمنى التوفيق للجميع يا صديقي العزيز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.